السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا جاي اكلمكم عن اكتر عربيتين مطلوبين في فئة ال1,600,000 لحد ال1,700,000، وهما السيات اتيكا والسانج يونج توريس. العربيتين دول بيتميزوا بحاجات كتير، فخلينا كده نشوف مع بعض هل هم قيمة مقابل سعر وتستاهل تشتريهم ولا لا، وامتى تشتري كل واحدة فيهم. فخليني ابتدي بالاول كده بالسانج يونج توريس. مبدئيا العربية دي بتيجي بفتيس اعتمادي جدا اللي هو الايسن الست نقلات، اما بالنسبة للعربية الاتيكا فهي بتيجي بفتيس افضل منه اللي هو الايسن الثمان نقلات. عموما الفتيسين ممتازين، لكن طبعا الفتيس الثمان نقلات متقدم اكتر منه بكتير، بيوفر اداء اعلى واستهلاك بنزين اقل. بالنسبه للعربيه التوريس الفتيس بتاعها اعتمادي جدا وهيوفر اداء افضل من اي فتيس في عربيه صيني، يعني اي فتيس دول كلتش لا، هتلاقي الفتيس الاوتوماتيك ده افضل منه وبيقدم اعتماديه اكتر منه. بالنسبه للاداء بتاع الموتور، اداء العربيتين ممتازين، ولكن السانج يونج توريس عربيه كبيره جدا، فهتلاقي التسارع بتاعها تحت ال100 مش احسن حاجه. كمان الموتور من ضمن المواتير اللي هو تيوند شويه لفوق ال100، للاداء فوق ال100 مش الاداء اللي تحت ال100، ففعلا مش هتلاقي التسارع بتاعه احسن حاجه، ولكن بعد ال100 بتلاقي العربيه ادائها كويس جدا. وما ننساش برضو ان العربيه وزنها كبير يعني. طيب بالنسبه للسيات اتيكا، طبعا الاداء بتاعها ممتاز، يتفوق بكتير قوي. لو جينا قارناه طبعا بالتوريس لا، هيتفوق عليها بكتير. ومن ناحيه كمان استهلاك البنزين، لا استهلاك البنزين هيبقى اقل بمراحل برضو. يعني استهلاك البنزين في العربية الاتيكا تقريبا ممكن يوصل في الجري، خلينا نتكلم لو انت رجلك تقيلة على العربيتين، لا هيبقى الاستهلاك بتاع الاتيكا نص استهلاك العربية التوريس. تمام، فتبقى واخد بالك من النقطة دي. استهلاك الاتيكا ممكن يوصل معاك ل5 لتر و6 لتر، لو رجلك خفيفة في طرق السفر ممكن كمان ينزل ل4 والكلام ده كمان. حتى ولو هو 150 حصان فهيبقى اداؤه افضل شوية. لكن العربية التوريس برضو ادائها مش وحش خالص. وطبعا اللي هيجيب العربيات الكبيرة دي مش بيدور على الاداء، ولكن لو بتدور على الثبات في العربيتين على فكرة ممتاز. ولكن طبعا الاتيكا عربيه رشيقه شويه، هي الاكتر واحد اكتر عايز عربيه سيدان. لكن ما ننساش ان العربيه التوريس شكلها اكبر، وكمان فيها انظمه امان ممتازه جدا. العربيه كمان فيها اكتيف انتي رول اوفر سيستم، فده بيساعد ان العربيه ما تتقلبش دايما طول ما هي ماشيه. فانا شايف ان انظمه الامان في العربيتين ممتازه، ولكن طبعا الايدج هيبقى للاتيكا، وده معروف ومش حاجه تستغربها. ولكن بقى لما نيجي نبص على مميزات التوريس هتلاقي ان العربيه التوريس شكلها من بره اكبر بكتير. العربيه شكلها من بره كمان كديزاين احلى شويه، العربيه من جوه اوسع بكتير. السقف يعني ارتفاع السقف فوقك اعلى بكتير في العربيه التوريس، ومساحات الرجل اعلى بكتير، وده بيفرق مع ناس كتير، فلازم تبقى واخد الفرق ده في حساباتك شويه. ولكن في نقطه هنا، ان سانج يونج بيقولوا ان مقاس الشنطه بتاعهم حوالي 707 لتر، ولكن الموضوع ده مضلل شويه، لان هم بيقيسوا حجم الشنطه بالجزء العلوي بتاعها. على فكره لو هنقيس الشنطه في اتيكا بنفس الطريقه هتبقى الاتيكا شنطتها اكبر، هتبقى 717 لتر تقريبا. فتبقى عارف النقطه دي، ان الشنطتين يعتبر هم نفس المساحه. نفس الكلام لو انت طبقت الكراسي الخلفيه في العربيتين، تقريبا العربيه السانج يونج هتبقى 1660 لتر، والعربيه الاتيكا هتبقى 1604 لتر برضو. فانا بتكلم على مساحات التخزين ما بين العربيتين يعتبر متقاربه. تمام، لكن مساحات الجلوس في الكنبه الخلفيه بالذات لا، في العربيه السانج يونج توريس هتتفوق. وكمان الجلوس في الكراسي الاماميه لا، المساحه هتبقى احسن شويه، وان العربيه كمان اعرض شويه، فبتلاقي الركاب مش زانقين في بعضهم زي المقاسات الاصغر من العربيات، والموضوع ده بيبقى مطلوب لناس كتير. طيب نيجي بقى لاكتر سؤال بتساله، هي العربيه التوريس دي اعتماديه ولا لا؟ بص، العربيه دي انا شايف ان انتشارها حاليا بقى كويس جدا. العربيه فعلا في ناس كتير مقبله عليها، وانا شايف ان معظم ملاكها حابين العربيه في عدا نقطه واحده، ان تانك البنزين بالنسبه للعربيه مش مناسب. تانك البنزين 47 لتر، في حين ان بقيه العربيات التانية مثلا يعني هتلاقي في الاتيكا هو 50 بالاحتياطي، كمان بيبقى اكتر يعني في حدود ال 56 او ال 57. فتلاقي كمان استهلاك البنزين بتاع العربيه مش هقول وحش، ولكن متوسط. يعني هو مقارنه بكل العربيات اللي في الحجم ده هو زيهم، علشان بس تبقى عارف. يعني مفيش غير العربيات اللي هي الصغيره اللي هتتفوق عليها، لكن لو جينا نقارن كل العربيات اللي في نفس الحجم ده هتلاقي الاستهلاك بتاعها يعني متوسط الى عالي شويه. تمام، يعني في الاخر التانك مش هيعمل معاك كيلومترات كتير لو بتسافر مسافات طويله. هتلاقي مثلا التانك لو سواقتك هاديه هيعمل معاك 500 كيلو،
فعشان تبقى عارف النقطه دي. لا في الاتيكا مثلا لو هتفولها على الاخر برضو وشايل رجلك، لا التانك ممكن يطلع معاك ل 800 عادي جدا. فتبقى عارف الفرق ما بين العربيتين دول في النقطه دي. زي ما قلت لكم بالنسبه بقى لانتشار قطع الغيار، انتشار قطع الغيار لو هنقارن العربيتين دول ببعض، لا طبعا الاتيكا هتتفوق بكتير في الاستيراد وفي انتشار الوكيل. لكن العربيه الكي جي ام التورس برضو ليها قطع غيار، علشان تبقى عارف العربيه ليها استيراد وليها نصاص عادي في الحرفيين، والوكيل بيبتدي يعني الوكيل انا شايف ان هو الاوفرنج بتاعه حلو. العربيه لو هنقارنها بالعربيات الصيني، لا هي افضل منهم بكتير في حاجات كتير جدا، ولكن الخامات برضو مش افخم حاجه. الصيني يتفوق عليها شويه. وصراحه وانا عارف ان الكلمه دي هتزعل ناس كتير، انا شايف ان العربيه تسعيرها غالي شويه، سبيشالي للفئات العاليه، محتاجه تنزل شويه علشان تبقى قيمه مقابل سعر اكتر. بالنسبه للعربيه الاتيكا هي عليها تخفيض عن السعر الرسمي، فانت لما هتبص على الاتيكا دلوقتي في عادي في معارض بتبيعها بمليون 650، وفي ناس كمان بتخفض على كده. لو هنيجي نتكلم عن العزل مثلا ما بين العربيتين، لا العربيه الاتيكا هتتفوق شويه في العزل عن العربيه التورس، ولكن عزل التورس مش وحش، ولكن بحكم ان هي عربيه كبيره بعد ال 120 هتلاقي العربيه التورس فيها اصوات شويه. بس تبقى واخد بالك من النقطه دي. بالنسبه للتكييف فهو كويس في العربيتين. زي ما قلت لكم العربيه الاتيكا هتبقى ارشق كتير قوي بحكم الحجم بتاعها وبحكم الوزن والعفشه واداء العفشه بتاعها، رغم ان العربيه التورس مالتي لينك برضو، ولكن برضو الارتفاع عن الارض والعرض والطول ده بيفرق في الهاندلنج بتاع العربيه. برضو ملاك التورس اشتكوا شويه من الفرامل، في ناس اشتكت ان الفرامل ممكن تتغير معاك كتير، ممكن يقعد معاك 10,000 كيلو بس، وسعره مش رخيص خالص في التوكيل في حدود ال 7,000 جنيه، فده بيضايق ناس كتير. ولكن العربيه برضو بيتوفق عليها فرامل من براندات تانية. يعني في ناس قالت ان الانترا ال 2016 التيل بتاعها بيركب على العربيه عادي، لان التيل بتاع العربيه صديق للبيئه فبيستهلك بسرعه. طبعا لو رجلك تقيله هيستهلك منك بسرعه جدا. انا شخصيا لو هشتري الصراحه انا يعني هروح للاتيكا، ولكن العربيه التورس ممتازه جدا. برضو نتكلم في الاضاءه، شكل العربيه التورس احسن بكتير، ولكن الاضاءه بتاعه الاتيكا اقوى شويه. لو بتسافر على طرق سفر كتير وما عليهاش اضاءه، الاضاءه في الاتيكا هتبقى افضل شويه. طبعا الاثنين عاليين عن الارض، وزي ما قلت لكم الاثنين فيهم معظم الكماليات اللي انت محتاجها، ولكن خد بالك الفئه الاولى من تورس هتبقى كمالياتها قليله شويه، فانا مش شايفها صراحه احسن قيمه مقابل سعر. كمان بالنسبه لاسعار الصيانات اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه، الاسعار بتاعه تورس هتبقى اغلى من كده بحوالي 1000 جنيه. انا ما قدرتش اوصل لاخر جدول محدث، وكمان الاسعار بتاعه الصيانات الكبيره مش موجود. طيب اخر حاجه هقول لكم عليها وهي اعاده البيع، وتوقع في تخفيضات هيجي على العربيات دي ولا لا. انا شايف ان لو في تخفيض هيجي على العربيه من الاثنين دول هيبقى هو التورس. وبالنسبه لاعاده البيع اكيد واضحه، يعني الاتيكا هتتفوق بكتير قوي عن التورس في اعاده البيع. طيب ولو هدي كده تقييم اوفرول للاعتماديه في العربيتين، انا هدي 8 او 9 للسانج يونج تورس، وهدي 9 او 10 للسيات اتيكا. المنظومتين اعتماديين جدا، ما بيحصلش منهم اي حاجه. الموتورين كويسين، الموتور بتاع فولكس فاجن متجرب في عشرات العربيات، والموتور بتاع التورس ما حصلش منه اي حاجه. هم في التصنيع حتى مش معتمدين على تكنولوجيا جديده ولا حاجه، هي تكنولوجيا معروفه والناس كلها عارفاها. هنيجي للفتايس زي ما قلت لكم، الفتيس الايسن ال6 نقلات بتاع التورس كويس جدا، الفتيس الايسن ال8 نقلات بتاع الاتيكا افضل منه وجيل احدث عموما واعتمادي اكتر منه. لكن الفتيسين اوفرول اعتماديين اكتر بكتير جدا من الفتايس الديوال كلاتش، خاصه لو هتقارنهم بعربيه منافسه زي مثلا الكيا سبورتج والهيونداي توسان. العربيتين دول بيجوا بفتيس ديوال كلاتش دراي، فهيوفر اعتماديه اقل بكتير قوي من التورس والاتيكا. يعني لو هديله سكور في الاعتماديه هياخد 6 مثلا من 10. لكن مثلا لو هقيم الفتايس الديوال كلاتش الصيني الويت، ال6 نقلات مثلا منهم هياخد 7 من 10، وال7 نقلات هياخد 8 من 10. بس كده انا خلصت. لو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.